سؤال بيتكرر كل يوم: أودي ابني حضانة ولا درس؟ أمي بتسألني بتقول لي: إيه الأفضل، الحضانة ولا الدرس؟ السلام عليكم يا أمهات. سؤال بيتكرر كتير جدا: هل الحضانة مهمة ولا ممكن أكتفي إني أودي طفلي دروس أو حتى أعلمه في البيت؟ الحقيقة إن الإجابة مش واحدة لكل الأطفال، لكن في نقاط مهمة تساعدك تختاري الصح لطفلك. أولا لازم تعرفي إيه الفرق بين الحضانة والدرس. الحضانة مش مجرد تعليم حروف وأرقام. الحضانة فيها إيه؟ فيها تعامل مع أطفال تانية، تعلم المشاركة والاعتماد على النفس، الالتزام بالقوانين، التعبير عن المشاعر، تقوية الشخصية. أما الدرس غالبا بيكون وقت قصير بس تركيز أكاديمي أكتر، تفاعل اجتماعي أقل، لكن حماية أكبر. يعني الدرس بيعلم المعلومة الأكاديمية، لكن الحضانة بتعلم الولد تقوية العضلات. يعني زي ما قلنا إن الدرس بيعلم معلومة، لكن الحضانة بتبني شخصية الطفل. إمتى بقى الحضانة تكون أفضل لطفلي؟ لو طفلك بيتكسف جدا ومتعلق بيكي بشكل مبالغ فيه، مش بيعرف يتعامل مع أطفال تانيين، عصبي أو عنيد، محتاج روتين وتنظيم، فهنا أنصحك بالحضانة، غالبا هتفيده جدا. إمتى بقى ممكن نكتفي بالدروس والتعليم في البيت؟ التعليم في البيت بيكون أفضل، أو الدروس بتكون أفضل من الحضانة لما الطفل بيكون صغير جدا ولسه مش مستعد للانفصال عن أمه، أو الحضانة المتاحة قدامك سيئة ومزدحمة. الأم عندها وقت فعلا تتعامل مع الطفل وتخرجه ويتفاعل مع الناس. الطفل اجتماعي وبيتعامل كويس مع اللي حواليه، ممكن وقتها الدروس أو الأنشطة بتكون كافية مؤقتا. أهم نقطة لازم تعرفيها إن جودة المكان أهم من اسم المكان. مش أي حضانة تبقى مفيدة. الحضانة الجيدة لها شروط. من أهم شروط الحضانة الجيدة إن يكون فيها اهتمام وأمان، تعامل باحترام، عدد الأطفال مناسب، بيهتموا بالسلوك قبل الحفظ، الطفل بيرجع منها مرتاح مش مرعوب. في علامات بقى مهمة جدا. بعد فترة من الحضانة اسألي نفسك: هل شخصية طفلي اتحسنت؟ طيب يبقى اعتمادي لسه عليا ولا بيقدر يعتمد على نفسه ولو في بعض الحاجات البسيطة؟ فرحان وهو رايح وبيتكلم بثقة أكبر؟ الحضانة مش سباق، ومش معنى إن طفل راح حضانة بدري يبقى أفضل من غيره. المهم استعداد الطفل وجودة المكان وراحة الطفل النفسية، لأن الطفل نفسيته أهم من أي حروف وأي أرقام.